النهاردة مش هنتكلم عن ترند ولا عن لون الموسم. النهاردة هنتكلم عن أول شخصية ديزني دخلت حياتنا وفضلت مكملة لحد النهاردة، وهي ميكي ماوس. ويلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيك في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. ميكي اتولد سنة 1928 على ايد والت ديزني بشكل بسيط جدا، ابيض واسود، من غير تعقيد، من غير بهرجة، بس كان عنده حاجة واحدة مهمة: الشخصية. ميكي ماوس مش مجرد رسمة كرتون، ميكي هو فكرة. عشان كده اكتر حاجة شبهه في الفاشن هي التيشيرتات، لانها قطعة بسيطة ومريحة بتدخل كل البيوت وبتفضل عايشة سنين زي ميكي بالظبط. تيشيرتات رودانيا ستايل اللي عليها شخصيات ديزني مش معمولة عشان تتلبس وخلاص، دي تيشيرتات تنفع في البيت وتنفع في خروجه، وينفع تتحط عليها جاكيت وتتشال لوحدها زي ميكي، حاضر في كل وقت ومن غير ما يفرض نفسه. ليه ميكي موجود لحد دلوقتي؟ لأن البساطة عمرها ما تبطل الموضة. الشخصية أهم من الشكل، والراحة جزء من الأناقة، وده سر التيشيرت الحلو وسر ميكي مع بعض. ميكي ماوس كان أول حكاية في ديزني، والتيشيرتات هو أول قطعة فاشن في دولابك. وعشان كده لما تلبسي تيشيرتات ديزني انت مش لابسة رسمة، انت لابسة قصة. وتابعوني الحلقة الجاية علشان هقول لكم القصة الواقعية والقوية ورا ميكي، وورا كمان بطوط. بجد قصص رائعة وتاريخ ما يتنسيش، وحياة تانية خالص خالص خالص، يمكن تاخدنا لقصة تانية أو لزمن تاني أو لوقت تاني. وبجد مستنياكم تقولولي رأيكم في تيشيرتات رودانيا ستايل، وكمان تزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com، وتابعونا على الفيسبوك والإنستجرام @rodaniastyle. وما تنسوش دايما life is a party, dress like it. Bye. Stop.